احنا مجموعة من البنات دعمنا دعم ذاتي، رتبنا هذا البازار انه يكون هو خاص للنساء فقط، من مواهب، من مشتركات، من منسقات. الفكرة مالته أو الغاية من أنه هذا البازار أنه هو دعم المواهب من النساء خاصة في محافظة ديالى، وذلك يعني لقلة الفرص أمام الفتيات في هذه المحافظة. فقررنا أنه نسوي هذا البازار يجمع من الموهوبات، الخياطات، المصممات، الرسامات، كل واحدة عندها موهبة تريد أنه تعرضها، تريد انه تلقي احد يدعمها وهاي، فاحنا سوينا لها هاي الفرصة حتى انه يكون امامها هاي الاشتراك. عندي محاولات بالكتابة، يعني ما أقدر أسمي نفسي كاتبة لأنه على اعتبار أنه لازم الناس تعرف وتحب أسلوبه يلا يسمى كاتب. محاولات قليلة عندي بالكتابة. بديت مشواري حاليا يعني هسه بهاي المرحلة من دخلت للكلية شاركت يعني أشوف نشاطات إنه أشارك بها، أعرض بها كتاباتي. عندي مشروع رواية مستقبلا يعني، وما أعرف بعد إذا لا تعجب الناس يعني، كون إنه أنا أسلوبي بعده مبتدئ. بس نشوف يعني بلكت هو كل شيء بالمحاولة حلو. أي وشاركت بهذا البازار بالفقرة الثقافية، يعني على اعتبار إنه مكياج العقل أفضل بهواية من مكياج الشكل أكيد. وإن شاء الله يعني بالمستقبل تنجح كتاباتي. الحمد لله، يعني شفتها ماكو رسامات وياي، حبيت انه اخذ منهن معلومات وهن اعطيهن معلومات لهن، وان شاء الله وحده تستفيد من اللوح. فكرت انه يعبرون البنات اللي يعني تعرفون مجتمعنا انه اكو بنات ما يحبن يطلعن البازارات، فهذا خاص المرأة، ولهذا جاء اقبال اكثر شيء احنا، فمنهم اني حبيت اعرض مالتي الموهبة اللي هي الرسم. ومن هذا الشيء طبعا شجعني انه اطور نفسي اكثر واكثر، وحلو يعني كانت فكرتها حلوة. هنا عندي بعض رسوماتي. عندي هاي الرسمة تعبر على انه بنية هذه مصابة بمرض السرطان، لكن رغم مرضها وحزنها هي تبقى جميلة، وهذا الشيء ما يأثر عليها. وعندي هنا رسمة كريستيانو أكيد معروف، وهاي الرسمة اللي هي تدل على تعاون الرجل والمرأة اللي هم اثنينهم يكملون بعض. هنا عندي هاي الرسمة هي تدل على امرأة رسامة فنانة موهوبة، وهاي تدل على البراءة. شاركت ببازار لأنك أنثى المقام في ديالى للنساء، ومبادرة حلوة كانت منهم، لأنه بكل البازارات اللي حضرتها ما كانت أكو فرصة حتى إنه للبنات يشاركون ولا الحضور يكون يعني كلش يعني ما يسمح لنا ناخذ راحتنا. بس اليوم من سوى للنساء كلش يعني فرحنا بهاي المبادرة الحلوة. اليوم شاركت برسوماتي، يعني أنا أرسم توني يعني بداية جديد، أرسم جرافيك، أرسم رسومات من خيالي أحب أعبر بها عن فكرة أو شيء يعني. شاركت بمعارض هواية وبازارات هواية داخل محافظة ديالى وحتى ببغداد. حاليا اشتغلت رسم على وجوه الأطفال، وهسه دا أشتغل رسم حنة. جيت لهذا المكان حتى أتعلم الأعمال الفنية لأن أنا أحب هاي الأعمال الفنية وهم مسوي أشياء بالبيت.